ديت من ضمن خصائص طفل الايه؟ التوحد. يقول لك طفل ايه؟ توحد. يقول لك لا خلي بالك هو بيتشابه معاه في بعض النقاط اللي هي خاصه بالتواصل، ولكن في حاجات مختلفه معاه ثانيه. خلاص، فالناس تفرق ما بين طفل اضطراب طفل التوحد واضطراب التواصل الاجتماعي. ان احنا عندنا محكات لاضطراب التواصل الاجتماعي ومحكات لاضطراب طفل التوحد. ما هو احنا لسه بنقول اهو ان في محكات، ان هو في 3 نقاط في يعني مثلا دلوقتي اضطراب طفل التوحد في 4 معايير او 4 محكات. المحك الاول بيحتوي على 3 معايير، المحك الثاني برضه 4 معايير، المحك الثالث بتاع السن، المحك الرابع الحركات. فانت بتبدا تشوف اول محك ان هو ال3 نقط اللي موجودين، يقول لك شرط اساسي في اضطراب طفل التوحد. وبعدين في المحك الثاني 4 نقاط على الاقل منهم 2 يكونوا موجودين في الطفل. على الاقل هم يكونوا ايه؟ 2 موجودين في الطفل. خلاص؟ لو اقل من 2 يبقى الطفل ده مش اضطراب طفل توحد، اضطراب تواصل. واضطراب التواصل المحك الاول في اضطراب طفل التوحد هم دول ال3 معايير او 3 نقاط الخاص باضطراب التواصل الاجتماعي. بس اضطراب التواصل بيبقى عنده استقبالي وتعبيري. ما هو طفل التوحد برضو في اطفال طفل توحد غير ناطق وطفل توحد ناطق، يعني عنده لغه. خلاص؟ فممكن يحصل ان هو الولد ممكن يكون عنده حاجه اسمها اضطراب طفل توحد عالي الاداء، اللي هو كان قبل كده اسمه سبيرجر. حد فيكم سمع فيلم ماي نيم از خان؟ سمعتوه؟ ده كان سبيرجر. اضطراب طفل توحد عالي الاداء او سبيرجر. كان مشكلته كلها فين؟ في التواصل. هو عنده مهارات وعنده كده وكلمات ولغه بيستخدمها، ولكن كلماته ما عنده محدوده، او تعبيراته او عنده قدره في عدم توظيف اللغه حسب الموقف. وبان اكتر فين؟ لما هي ابنها توفى وهو مش عارف، حصل مشكله بسيطه او حاجه وقعت اتكسرت او كده، فهو رايح يقول لها، فهي انا في ايه؟ وانت في ايه؟ عندي مشكله فين؟ في تقدير الموقف. هو انا ما اقدرش مش احنا عندنا قلنا ازاي اقدر استخدم اللغه وحسب الموقف اللي انا فيه. لما اجي العب مع الطفل، لما اجي اتكلم مع واحد عنده حاله وفاه مثلا، لما اجي اتكلم مع واحد صاحبي، لما اجي اتكلم مع زوجتي، كل ده ايه؟ مختلف حسب الموقف. ابنك مثلا بتلعب معاه زي